بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حابب أقول كل 10 سنين ويوم الهندسة المصري بخير. السنة دي بنحتفل بمرور 10 سنوات على وجود يوم الهندسة المصري في المجتمع المصري. إن الفكرة جت من احتياج وجدناه في مجتمعنا، إن مفيش مسابقة أو في حدث بيهتم إن هو يعمل حلقة وصل ما بين القطاع الصناعي والقطاع التعليمي في مصر. فمن هنا فكرنا ان احنا نعمل يوم الهندسة المصري، اللي هو عرس مصري اصيل بنجمع فيه شباب صفوة مهندسي في مختلف جامعات مصر عشان يجي يعرضوا مشاريع تخرجهم، ويجي القطاع الصناعي يتفرج على هذه المشاريع ويقيمها. الاحتفالية دي مش مهم مين اللي كسب فيها في المشاريع، اكتر ما هو المهم ان هو جه واظهر نفسه واظهر مشروع تخرجه واحتك بالمشاريع التانية وخد خبرات من المشاركة في يوم الهندسة المصري. واللي احنا دلوقتي بعد الثورة بنتكلم فيه ان احنا عايزين ننهض ببلدنا وناخد بإيد بعض عشان نبني مستقبلنا. احنا بالفعل كنا بنعمل الكلام ده حتى قبل الثورة لمدة 10 سنين. ويوم الهندسة المصري ده رسالة حلوة، رسالة بتقول كلنا ايد واحدة. ايوه، احنا ايد واحدة، لان احنا ايد واحدة في فعل الخير، ايد واحدة في نهضة بلدنا. ربنا يوفق مصر، ربنا يوفقنا. يوم الهندسة المصري، أنا بحبك.